القوات المسلحه الليله متابعين المعركه بتشوف المضادات الليله بقت قريبه على ام درمان في جهه شارع مور وجهه بحري. 4 شهور قاعده هناك. الطيران الماشي بتاع الاستطلاع ده ما شايفه يا جيش؟ الطيران ما شايف المضادات دي بتضرب من ام درمان، بتضرب الطيران بتضرب من بحري في المزارع وشارع مور والحتات المحيطه بكبر الحلفايه، بتضرب في ام درمان. انتوا ما شايفينها 4 شهور نفس الحته قاعدين فيها، دي نفس الحته اللي كان الجيش بيخشها وبيمشطها مره واثنين وثلاثه. كبر الحلفايه هي الليل اللي بتضرب. الكلام ده احنا نفهمه كيف يا جيش؟ جيش بحري الحاصل شنو؟ إذا إحنا بنتعامل إنه الدعم السريع بيعمل استنفار من ولايات من مدن الخرطوم ال3، فالجيش يعمل نفس الاستنفار، عملية متكاملة. الليلة دي المضادات اتضربت من بحري. بحري وين أنتوا الجيش؟ تأمنوا مناطق المضادات، مناطق اللي بيدونوا منها، مناطق اللي خدت فيها المدافع دي خلاص تكون مسؤولية بحري. الخرطوم الجيش بهناك يشتغل. دايرين ننظف ام درمان دي. اول حاجه المضادات اللي بتشتغل من بحري، الامداد اللي بيجي من الخرطوم ده يتقطع. الجيش اللي في ام درمان قادر انه يامن ام درمان لحد باره، ده قادر والعدد كافي جدا والاسلحه موجوده والناس. والليله الجيش اللي نزل الشارع ما شايل كلاش بالمناسبه، شايلين جرانوف، شايلين RPG، جيش سلاح. وباذن الله المعركه دي تنتهي في ساعات، وباذن الله تنضف ام درمان. واحنا المواطنين واقفين مع القوات المسلحه بصبرنا، واقفين مع القوات المسلحه انه ما في زول بكى شهيد، واقفين مع القوات المسلحه انه والله يا اخي حتى حته نمشي ندفن فيها شهدائنا ما عارفينها، الناس بتجي تحفر في الميادين. واقفين مع القوات المسلحه امداد الدم في المستشفيات مقطوع، الناس واقفه لكن ما فيها اكياس دم يا جيش. الناس واقفه ما فيها اكياس دم في مستشفى النو. الحاجه دي حسي تتحل، ده شغل الجيش. المواطن اللي بيتبرع بدمه واقف، المواطن اللي بيتبرع بالاكل والشراب واقف، المواطن اللي فتح بيته واقف. في احياء كثيره في محيط ام درمان القديمه، الواحه، الحتات العمارات اللي دخلوا فيها الدعم السريع ونهبوها وسرقوها، البيوت دي موجوده والحتات امنه. الجيش يخش معاكم، القوات الخاصه، الشباب الفدائيين المستنفرين، تخشوا تامنوا البيوت دي تنزلوا. مواطن ام درمان ده كريم وعزيز علينا، ده عزيز علينا والله جد. ام درمان مواطن عزيز علينا، لا احنا بنخليه يبعد من بيته اكتر من يوم، لا بنخليه مشرد في شارع. والله جد تفتحوا البيوت تدخلوا مواطن ام درمان، ده مواطن عزيز علينا. ده السودان، ده الشعب السوداني، ده البذره اللي قام منها السودان. مواطن ام درمان ده عزيز علينا يا جيش، وعزيز علينا يا سودان. تفتحوا بيوتكم، تدخلوا تكرموا ضيوفكم. وبنقول لكم والله ما عندكم مشكله السراير، انتوا السراير دي ذاته ما تفتشوها، النوم ده ذاته ما ترجع تنوم في بيتك. اي دعامي دخل ام درمان دي يا جيش ما يطلع منها. حنسلم الناس دي نقول لهم والله دي ام درمان نظيفه، ام درمان نظيفه، كلام عديل. ده مركز خدمة الجمهور. اقول للمواطن تركب مين صابرين تمشي خدمة الجمهور مقفل واي حاجة، تمشي تولع لك سيجارة وخذ لك سيلفي وتعال. ما بكرة الصباح نقول لهم نظيفة، امشوا نلقى فيها الدعامة قاعدين ولا نلقى فيها بغال حس يعمل لنا فيديو. الحاجة دي احنا ثاني ما دارين، واقفين معاكم. ناقصكم شنو؟ قولوا لنا يا جيش احنا معاكم، لكن ام درمان تنظف. يا سير العطا ام درمان دي تنظف، يا برهان ام درمان تنظف، يا جيش يا وادي سيدنا ام درمان تنظف. وادي سيدنا انتوا قايلين في ام درمان القديمه ديل منو؟ ما دي حبوبتك وابوك وجدك، انت طالع من وين؟ دي مش الشجره اللي قمت منها انت. منو ما مرتبط بام درمان؟ منو في السودان ما مرتبط بام درمان؟ منو الجذور ما في ام درمان القديمه؟ منو في السودان الا تكون ما سوداني، الا تكون دعامي ولا قحاتي؟ قحتي دي ذاتها قايمه وين؟ عناصر قحط الاحزاب حقتها قامت وين؟ اللي لقت الحمايه واللي لقت التامين، المهدي ذاته لقى تامين وين؟ الوقف معاه منو ضد الاستعمار؟ ما هي دي ام درمان دي. والليله ام درمان بتقدم درس في التاريخ. والنتيجه حقت المعركه دي السودان اضمن ان السودان اتحرر. تاني ما في حاجه اسمها بحري فيها جيش دعم سريع، ما في حاجه اسمها شرق النيل، ما في حاجه اسمها مشين مروي، ما في حاجه اسمها الجنينه فيها دعم سريع. ام درمان دي تنظف، السودان ده نظف بالمناسبه، انتهى الموضوع. دي المعركه النموذجيه اللي حنقدمها احنا تاني يا هي دي ام درمان دي. الجيش الليله يجيب فيها قوات الخاصه من اي حته، انت جاهز بلغ. اي زول شال سلاح قبل كده يبلغ الحامي، طوالي تلبس تشيل كلاشك وتنزل الشارع. الجيش احنا عارفين انه الضغط عليكم شديد، وعارفين انه بتتعرضوا لحاجات كتير.
اسمعوني يا جيش يا اخي، اي حاجه امسحها علينا في وشنا، انا ده الانصرافي ده والله. يتعرض لك مواطن بتسمع الناس متضايقه والناس بتفقد في بيوتها، وعارفين انكم شغالين، عارفين انكم انتم ما شغالين انتم شغالين بارواحكم. يعني الزول اللي بيقف في الشارع ده من القوات المسلحه ده شايل روحه وشايل كلاش يحميك بيه، وروحه دي مقدمه في سبيل انه يحميك. احنا الجيش ده فوق راسنا والله، وامسحوا لنا الحاجه اللي بتتعرضوا لها. في نفس الوقت الجيش منضبط، يعني في سلوك من بعض العساكر في لحظة المعركة وبعد المعركة. الحاجة دي احنا كلها بتترجم عند الإعلام قحط، وبتتأخذ ضدنا احنا كقوات مسلحة. احنا الشعب السوداني ده احنا ما كلنا جيش، فدي بتتأخذ ضدنا. اي تصرف من مواطن ضد قوات مسلحة الحاجة دي طالعة من ضغطه. في ناس بتصبر بتتحمل، في ناس ما بتتحمل.